تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا مش عمرو دياب. تصدق انت وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انت لو مع عمرو دياب انا اقطعك دلوقتي. عودوني عليك احبك. اهو يا اخوانا دياب اهو. دياب اهو. المشخصاتي انتاج 2003 وتأليف مهدي يوسف واخراج فخر الدين نجيدة وبطولة النجم تامر عبد المنعم، الشاب اللي بيستغل موهبته في التقليد وبيحاول يستفيد منها باي طريقه لحد ما يلاقي فرصه مناسبه، والفيلم كله قايم على كده. ساعتين الا تلت من تامر عبد المنعم وهو بيحاول يقنعنا انه بيعرف يقلد جدا، لكن سيبك من انه بيعرف يقلد ولا لا، دي حاجه هنجيلها قدام. انا هكلمك في حوار تاني. حرفيا كل شخصيات الفيلم بيحاولوا يقنعونا ان شلبي ده ما جاش زيه في التقليد، موهبه خارقه، محدش بيشكك في اي شخصيه بيعملها ولا بيفكر مرتين حتى لما بيلاقيه قدامه. دخل اقنع فرح كامل انه عمرو دياب وعادي جدا وعدت يعني. اقنع بنت بتعشق محمد فؤاد انه هو وعادي جدا وشربتها عدت برضه. دخل اسم شرطه واقنع اللي فيه انه وزير الداخليه وعرف ياخد حمله من الاسم كمان. مشاهم وراه زي العبط عادي جدا. اتفضل يا سياده الامور. اتفضل. عصام. ايوه عصام حلمي. عصام حلمي. خدت بالي ان ده اسم مساعد المخرج في الفيلم، اسمه عصام حلمي برضه، ما فيش اي صله قرابه. بقى مخرج كبير بعد كده وعمل اعمال عالقه في الاذهان لحد النهارده زي اشرف حرامي وبحبك وبموت فيك، هو اسم الفيلم كده، وانا بحبك وبموت فيك برضه. بس لو عملت سبسكرايب عشان ايه؟ نختم السنه بتلاتينايه يعني، فاهم؟ الفيلم بادئ بان تامر عبد المنعم عامل واحده ست، ومش اي ست كمان، ست حلوه. ومش دي المشكله، عارف انت المشهد بتاع المطار اللي في التجربه الدنماركيه بتاع نيكول سابا؟ مقتبس من المشهد ده، اللي هو شيل انيتا هنري مش عارف ايه دي وحط شلبي عبد الباسط عبد الباري، نفس المشهد مفيش اي اختلاف خالص. والمشهدين مبالغ فيهم لكن يعني نيكول معقوله شويه. انما بص هنا، كل الرجاله اللي في المشهد بالمصور كانوا هيموتوا على دي، على تامر عبد المنعم بباروكه. بس الحمد لله بعد كميه دقايق كتير من استهلاك الافيه اللي ريحته طالعه ده اخيرا بيفوقوا. بس ما بيفوقوش لوحدهم يعني، هم اقل من كده. شلبي هو اللي بيكشف هويته. انا مش عارف لو ما كانتش مرات الراجل طبت كان الحوار هيكمل لحد فين يعني. انت مدرك طب كان هيحصل فيك ايه يا شلبي؟ مدرك صح؟ بص هنا ده بعدها بكتير. البنت اللي شلبي بيحبها قعدت تنصحه ان كده ما ينفعش وغلط انه يكمل في اللي هو فيه، واحسن له انه يدور على طريق مناسب يستغل بيه موهبته، وعماله تنصح فيه يعني وهو لابس كده. ليه ممكن ناخد حد لابس كده بجديه اصلا يعني؟ كانت مصدقه نفسها ازاي؟ ليه ما غيرش هدومه؟ ما تفهمش. ليه عمل الحوار ده من الاول؟ الله اعلم. المهم بيظهر في الاحداث، لو افترضنا ان في احداث يعني، شخصيه عزب اللي بيعملها حجاج عبد العظيم وبتقوم بدور السنيد في الفيلم، بيشيل العمل يعني مع البطل، فاهم؟ وبيعرض عزب على شلبي انه يستغل قدراته الخارقه في التقليد ويقلد شخصيات عامه ويحضر مناسبات على انه هو الشخصيات دي بطلب ودفع من صاحب المناسبه عشان يتمنظر قدام الناس انه يعرف مشاهير وكده يعني. عزب كان جاي يستغل موهبه شلبي، الموهبه اللي هو ما شافهاش اصلا. ده اول مره شافه كان عامل واحده ست يعني، ما كانش بيقلد حد، لا وكان متاكد قوي من موهبته. طب يا عم شفته بيقلد فين؟ ما تفهمش. حد هيجي يقول لي انت بتدور على مبرر درامي وداعي للحبكه في فيلم لتامر عبد المنعم؟ سخافه هسخف على امك. بيتفق شلبي مع عزب على اول اوردر هينزلوه سوا، واللي هيقلد فيه عمرو دياب وهيخليه يغني في فرح شعبي، وده لوحده يعتبر افيه عالي اصلا. عمرو دياب في فرح شعبي مليان شمامين وبلطجيه، وقد كان يعني ده اعلى جزء في الفيلم كله. وتقريبا دي الشخصيه الوحيده اللي تامر عبد المنعم جابها صح من الاول للاخر، وكان ماشي فيها كويس يعني. لو بس ما كانش غنى كميه الاغاني دي في الفرح كان هيبقى الموضوع اخف على القلب شويه، وما كانش هيبوخ بسرعه. ولما قلد محمد فؤاد برضه كان زودها جامد. كان المفروض حوار زي ده يتعمل على الشعر بصراحه. ما انا مش جاي اسمع تامر عبد المنعم بيغني برضه، هو صوته مش مزعج بصراحه على الاقل وقتها، لكن واقع منه حروف كتير. بص بينطق السين ازاي، والله العظيم ثلاثة انا مش عمرو دياب صدقني. بيقول له ريحتك شبه ريحه عمرو دياب، فبيرد عليه ويقول له بودرة تلك يا اخي. ده انت ريحتك ريحه عمرو دياب. بودرة تلك يا اخي والله، فاهم؟ فده يغني ازاي؟ مش تنمر والله. قلت عيب التنمر وما يصحش الكلام ده، وانا ضد حد تخين نقول عليه تخين، ولا حد عنده حرف غلط نتريق عليه، ولا حد. انا ما بحبش قله الادب. او في واد على اليوتيوب تلاقيه طالع واد تخين كده وبدقنه وما بيعرفش ينطق وبتاع، من الثدييات ما تفهم ولا ايه، مش عارف ده ايه. انا عمرو دياب وليلى علوي لو حبيت. هنا كانت هتبقى جامده قوي لو قلد ليلى علوي فجاه، لكن بالافيه ده بقت اجمد. اهلا بيك في وطنك. لانه هنا قال لازمه كان بيقولها عمرو دياب في فيلم ضحك ولعب وجد وحب مع يسرا كده. اهلا بيك في وطنك. عمرو دياب هنا كان زي رمضان والعوضي كده. اهلا بيك في وطنك. ظهور طلعت زكريا رفع الفيلم شويه بصراحه، لما الدنيا فاهم. انا قلت لك الاسبوع اللي فات ايه، كان بيعرف يعمل من الولا حاجه. المشهد الوحيد المشهور من الفيلم اصلا هو فيه. انا لقيت ده وانا بتفرج، مشهد كان سابق عصره. لا مفيش، ده مشهد محشور جايبين فيه كومبارس درجه 10 عشان البطل يبوسها وينبسط. ما تاخدش في بالك، هي الافلام القديمه كانت كده. انت لسه هتاخد وتدي؟
نط يا استاذ. ما تختشي، عيب الكلام ده. ايه الكلام ده؟ الضحك في الفيلم تقريبا بينتهي بنهايه الجزء بتاع تقليد عمرو دياب. بعدها بقى مستوى الضحك في الفيلم بدأ ينزل لحد ما في الاخر بقى في الارض. ده لو عرفت توصل للاخر اصلا، لانك هتحس وانت بتتفرج ان الفيلم طول كده رغم انه بالظبط ساعه و37 دقيقه، لكن يحسسك بالوقت، فاهم؟ بس يعني الضحك خلص لكن العبثيات لسه. انا طالبه منك خدمه انسانيه. حفيدتي داخله تعمل عمليه وامل حياتها انها تشوفك يا استاذ محمد، ارجوك. البنت الصغيرة داخلة تعمل عملية ونفسها تشوف محمد فؤاد، وسبحان الله هي والبنت المهووسة بمحمد فؤاد في نفس المستشفى، مستشفى مجانين محمد فؤاد. دي هنا الزاهد بالمناسبة. هنا تحسهم لبسونا في الجزء بتاع تقليد الرئيس متقال عشان يقولوا الإف ده مش أكتر. أنا اتفقت لك مع جماعة بدو هتحيي فرح بنتهم، وعاوزين مين المرة دي؟ أنت هتعمل الرئيس؟ لا، الرئيس متقال يا عم. عارف اللي هو هنزود ربع ساعة زيادة في الفيلم مش مشكلة، بس أهم حاجة نحقق الكوميديا. نفس الإف ده بالظبط اتعمل بعد كده في مسرح مصر بالمناسبة. أنا هقلد الرئيس بقى براحتي. خلاص، الفراولة بتاع الفراولة، الرئيس متقال. بس بعيدا عن الإفيه يعني يا ريته كان قلده بجد، كان ده ممكن يرفع الفيلم شوية، والدنيا كانت قشطة شوية وقتها، يمكن ما كانش يحصل اعتراض يعني. بس خلاص بقى الرئيس متقال مش وحش برضه، ده حتى ظهر في الفيلم على قد الميزانية بقى، فاهم؟ ما انت صعب تجيب الباقي. عمرو دياب، محمد مش عارف، الميزانية خلصت كده، لكن كلم الرئيس متقال هيجي ما عندوش مشكلة، ودي حاجة نفعت الفيلم على فكرة ومنعت استهلاك النكتة. ما احنا مش كل شوية هنشوف شلبي بيتقفش من اللي بيقلدهم برضه، هنزهق، فاهم؟ انت راجل طيب. الله يخليك. شكرا يا حبيبي. يلا شكرا. الله يخرب بيتك يا عزمي. ده بقى احمد زكي اللي كان محمد رمضان بيقلده في السندريلا. ايه الكلام الفارغ ده؟ كل ده عشان فيلم سقط؟ يا سعاد لو كل ممثل سقط له فيلم اعتزل مش هيبقى فيه ممثل في البلد. الفيلم بيبقى شحر خالص وجاب اخره في الجزء بتاع نبيل شويل، مفيش ابتسامه حتى، فخلاص بقى نقفل، نخلق مشكله من العدم البطل يتحط فيها في اخر ربع ساعه ويوصل الكل في الاخر لنهايه سعيده والجو بتاع افلام بدايه الالفينات ده. واخيرا انتهى المشخصاتي. شلبي بيمضي مع شركه انتاج وبياخد اول خطوات النجوميه، لكن هي دي النهايه؟ ايوه ولا ايوه، لان الفيلم خلص، ولا عشان بعد كده بعد 13 سنه المشخصاتي 2. لكن سيبك يعني مش مهم، خلينا دلوقتي في المشخصاتي بتاع 2003. واستنى، صح، وهو انت مش واخد بالك من حاجه؟ هو ايه اللي تامر عبد المنعم سابق عصره يا حلمي؟ انا مش فاهم. هو عنوان اي كلام بصراحه زي عنوان الفيديو اللي قبله، بس ربك هيستر يعني. لكن عموما الفيلم كان سابق عصره فعلا، وانا ما بكذبش عليك، هفهمك اهو. افتح تيك توك كده بس هتلاقي 100 مليون شلبي عبد الباسط عبد الباري في وشك كده، شبيه كذا وشبيه كذا وليله يعني، وكلهم زي شلبي، لا شبه الشخص ولا بيقلدوه صح ولا اي حاجه، هم بس مصدقين نفسهم. ليل نهاري تعالى حبيبي، لا ملامة حبيبي روحي فيه، يا ريت انا اهو يا اخوانا دياب اهو. دياب اهو. قبل ما اخلص بس كنت عايز اقول حاجه، هو ازاي الفيلم اصلا قايم على التقليد والبطل اساسا ما بيعرفش يقلد كويس؟ ده تامر عبد المنعم طول الفيلم ماشي بالستر والصحه والمكياج. المهم ما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم مستنى جديد وكده يعني. ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم، ومعلش لو الحلقه دي ما نزلتش في ميعادها، انا المفروض متاخر دلوقتي لكن هحاول اخلصها، فيا رب اكون لحقت وتكون بتسمعها في ميعادها. يلا سلام.